تركيا لمنطقة عفرين، ولم توفر تركيا ومرتزقتها يوما إلا وارتكبت انتهاكات فظيعة بحق أبناء الشعب الكردي في عفرين، ولم يسلم منهم لا شجر ولا حجر. عملوا بأقصى طاقتهم على تغيير ديموغرافي في المنطقة، وارتكبوا العديد من الانتهاكات والجرائم، وادعوا أن عفرين حرة أبية في عهدهم. وشعلة نوروز صغيرة أسقطت كل أقنعتهم وكشفت على أحقادهم وغلهم على هذا الشعب. وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010 عيد نوروز دولياً، وأكدت أن هذا العيد هو إعلاء قيم السلام والتضامن والتسامح والمصالحة. ولكن هيهات لدولة إرهابية ترعى الإرهاب وتزرع الفكر الإرهابي أن تعرف معنى السلام ومعنى نوروز. في 20 من هذا الشهر، في ليلة نوروز، الليلة التي تعودنا أن تزين بإيقاد النار من قبل أخواتنا الأكراد، وترمز تلك النار إلى الحرية والسلام والنصر على الظلم، أقدموا مسلحون بما يسمى الجيش الوطني وحكومتهم المؤقتة وغطائها السياسي الائتلاف المعارض، وعن سابق عمد وإصرار إلى إطلاق الرصاص الحي على صدور المدنيين الأكراد في جنديرس، لا لجريمة ارتكبوها أو ذنب اقترفوه، بل لأنهم أشعلوا نار نوروز، مما أدى إلى سقوط 4 شهداء من عائلة واحدة وعدد من الجرحى. إن هذا العمل الإجرامي يكشف حقيقة ما يجري في المناطق المحتلة من قبل القوات التركية ومرتزقتها، ولا سيما في عفرين. إن تركيا كدولة احتلال وكذلك الائتلاف كغطاء سياسي للاحتلال هما المسؤولان عن هذه الجريمة وغيرها من المآسي التي تحدث في تلك المناطق. إننا في الأحزاب السياسية في الرقة، في الوقت الذي نترحم على شهدائنا الأبرار متمنين الشفاء العاجل للجرحى، نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بالتحرك السريع لإنهاء الاحتلال التركي في عفرين وغريسبي وسريكاني وعموم الشمال السوري، وتصنيف مرتزقته ما يسمى الجيش الوطني بكافة تشكيلاته التابعة للائتلاف السوري كمنظمة إرهابية، حيث أن سلوكهم لا يختلف عن سلوك هيئة تحرير الشام ولا عن سلوك تنظيم داعش الإرهابيين. وندعو كافة الأطياف الشعب إلى تصعيد النضال لإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، والوقوف خلف انتفاضة أهل عفرين ودعم مطالبهم المشروعة وعودة المهجرين منهم. المجد والخلود لأرواح شهدائنا الأبرار، والصبر والسلوان لذويهم، الخزي والعار للطغاة والمجرمين.